وكان حوالين رقبته في آثار مخابك، وكان مكتوب عليا جلده كله طلاسم. قرب مني المخلوق ده وبدأ يتكلم وقال: هلاك تهلكوا جميعا، هلاك تهلكوا جميعا، لقد أخطأتم جميعا وواجب عليكم العقاب. في اللحظة دي ظهر من خلف المخلوق ده قطط سوداء كتيرة، بس كانت بشعة. كانت النار ماسكه فيها ريحة، شعرها المحروق كانت بشعة جدا. بدأت القطط إنها تقرب مني، وفي لحظة رفع المخلوق ده وشه في اتجاهي وقال بغضب: لقد أخطأت، لقد أخطأت. كنت عمال أدعي في سري وأقول يا رب يا رب انقذني. وقبل ما يهجم عليا المخلوق ده سمعت أذان الفجر، علشان مع أذان الفجر ده المخلوق ده يختفي وكل حاجة وترجع للهدوء. في اللحظة دي غبت عن الوعي، بس الغريب بقى إني لما فوقت من الإغماء كنت بحلم حلم غريب جدا. أنا حلمت إني في شخص قاعد مديني ظهره في غرفة سوداء عبارة عن مقلب زبالة حرفينة، وكان في قدامه شموع ونار، وفي كتاب في إيده كان